سنين من التعب والشغل اتجوزت رهف. من بره كده كانت الدنيا تمام، عروسة جديدة، بيت صغير مرتب، ضحكة في وشي ومستقبل مفتوح. لكن الحقيقة الموضوع ما كانش سهل زي ما كنت متخيل. في البداية كنت بلاحظ على رهف إنها غامضة شوية، ساعات تبصلي بعين كلها حنان، وساعات أحس إن في حاجة تانية مستخبية جواها. حاولت أقنع نفسي إن دي طبيعتها، وإن مع الأيام كل حاجة هتتغير. عدت شهور وبدأت المشاكل الصغيرة تظهر. أنا راجع من الشغل تعبان، ألاقيها ساعات بتكلمني ببرود، أو ألاقيها سرحانة ومش مركزة معايا. كان جوايا ألف سؤال بس كنت بكتب. وفي ليلة معينة بعد ما ولادنا ناموا لقيتني مش قادر أتحمل أكتر. قعدت قدامها في الصالة وبدأت الحوار. قلت لها مالك؟ إيه اللي بيحصل بينا؟ رهب بصت لي من غير ما ترد الأول، وبعدها قالت بصوت واطي: مفيش يا عبد الرحمن، أنا عادي. عادي؟ أنا جوزك يا رهف، أنا أكتر واحد حاسس بيكي. انتي مش زي الأول، انتي مخبية حاجة. في حاجات كتير مش قادرة أقولها، حاجات قديمة. قديمة؟ يعني إيه قديمة؟ انتي مش واثقة فيا؟ مش واثقة إنك انتي تقدري تحكي لي؟ الموضوع مش كده، أنا خايفة من رد فعلك. سكتت ثواني وحسيت إن قلبي بيخبط في صدري. كل كلمة منها كانت زي السهم. أنا عايز أعرف الحقيقة بس خايف برضه. بصي يا رهف، مهما كان اللي عندك قولي، أنا جوزك، ولو في سر بينا يبقى مفيش جواز أصلا. قعدت تبصلي دقايق طويلة وبعدين قالت: أنا قبل ما أتجوزك كنت مرتبطة. الكلمة نزلت عليا زي الصعقة. حسيت إني مش قادر أتنفس، لكن مسكت نفسي وقلت: مرتبطة؟ يعني إيه؟ وإزاي ما قلتيش؟ كنت فاكرة إن الموضوع انتهى، كنت فاكرة إن الجواز هيخليني أنسى. تنسي؟ يعني انت دخلتي حياتي وانت شايله جواكي حد تاني؟ ما قدرتش أكدب عليك، هو كان جزء من حياتي، بس أنا اخترتك أنت. أنا وافقت عليك عشان أنت راجل محترم، عشان شايفة فيك الأمان. وقتها حسيت اني واقف على حافة هاوية. جزء مني عايز يقوم ويسيبها، وجزء تاني ماسك فيها بيقول لي: دي مراتك، دي ام ولادك. فضلنا ساكتين شوية لحد ما لقيتني بقول: طب وليه؟ ليه كنت باردة معايا كل الفترة دي؟ وليه مش عايزة تدي فرصة لجوازنا يكمل؟ لأني ساعات بفتكر وبضعف وبخاف أظلمك. يعني انا ايه بالنسبة لك يا رهف؟ مجرد بديل؟ رهف قربت مني وايدها مسكت ايدي وقالت لي: لا والله، انت دلوقتي كل حاجة بالنسبة لي، بس جوايا حرب بين الماضي اللي مش قادرة اتخلص منه والحاضر اللي نفسي اعيشه معاك. الكلام وجعني، بس لأول مرة حسيت إنها صريحة. لأول مرة شفت رهف الحقيقية، مش النسخة اللي بتمثل إنها كويسة. الأيام بعدها ما كانتش سهلة، كان بينا شد وجذب. مرة نضحك ونحاول ننسى، ومرة تانية نغرق في نفس الحوار. ليالي طويلة قعدنا فيها نواجه بعض. وجيت في مرة أقول لها: رهف، انتي لازم تختاري الماضي ولا أنا. انا اخترتك، بس اديني وقت. الوقت مش بيصلح غير اللي عايز يتصلح. وهنا عرفت إن الصراع مش معايا أنا، الصراع الحقيقي جواها هي. فضلنا في الدوامة دي شهور. أوقات كنت بقول لنفسي: كفاية عبد الرحمن، سيبها. وأوقات تانية كنت بفتكر لحظات صغيرة بينا، ضحكة من قلبها، حضن وقت ضعفي، وأقول يمكن لسه في أمل. في الآخر ما كانش القرار سهل، لكن اللي خلاني أكمل معاها إن رغم كل حاجة كنت بحبها بجد، وكنت مؤمن إن الإنسان ممكن يتغير لو لقى اللي يمسك إيده. القصة دي مش مجرد حكاية جواز، دي حكاية صراع بين الماضي والحاضر، بين الكتمان والصدق. واللي اتعلمته إن الجواز مش بس حب، الجواز مواجهة وصبر، وإن الصراحة مهما كانت بتوجع أرحم مليون مرة من الكذب.